مرحبا بكم حبايبي في هذا الفيديو الجديد. لكم وحشة كبيرة باش تسامحوني على هذا الغياب الطويل. جبت لكم اليوم وصفة متميزة من أيادي تركيا، من عند صديقتي وحبيبتي التركية. شرفتني المنزل باش تشارك معكم وصفة متميزة من أروع البيتزات التركية اللي هي بيتزا بيدي التركية. تشكرين. بالنسبة للمكونات حبايبي، خاصكم كأسين من الماء الدافئ، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز، و5 كؤوس من الدقيق الأبيض، ونصف كأس من الزيت. هذه المكونات بالنسبة للعجينة. نجيبوا أولا أمتي بول ونديروا فيه ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز، زائد ملعقة كبيرة من السكر، وكأس واحد فقط من الماء الدافئ. نخلطهم بهذا الشكل حبايبي ونخلوهم على جهة. في الجهة الثانية نجيبوا ان غران سالادي، نديروا فيه 5 كؤوس من الدقيق الأبيض، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الملح، ونصف كأس من الزيت، وأخيرا الخليط الأول اللي درنا فيه كأس كامل من الماء الدافئ مع ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر. نضيف الكل بهذه الطريقة حبايبي، وتلم العجينة. نضيف فقط كأس الثاني من الماء الدافئ ونلمو بهذه الطريقة إلى أن تتحصل إلى عجينة متماسكة. في هذه المرحلة حبايبي نغطوا العجينة تاعنا بكيس بلاستيكي بالبابي فيلم وترتاح لمدة 30 دقيقة ماكسيموم. بالنسبة لمكونات الحشو، خصنا حبة بصل، 2 فلفل أحمر و2 فلفل أخضر، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وملعقة كبيرة من معجون الفلفل، 3 طماطم، بقدونس. وقبل هذا نتكلم لكم على البابريكا، خاصكم ملعقة صغيرة من الإيبيس، الفلفل الأحمر الحلو والحار، فيونداشي، وخاصكم الجبن المبشور اللي غادي نستعملوه في الوصفة. نبدأ بسم الله، بدون ما ننسى الملح والزيت بطبيعة الحال، والبلاطو اللي وجدناه بهذا البابي كويسون باش ما تلصقش معنا العجينه في الفرن. نجيبوا المينياشوار تاعنا ونقطعوا بهذه الطريقه حبه من البصل. على قلت لكم سهله، كل شيء يجي في الروبو في المينياشوار، ما تحتاجوش تقطعوا البصل الى قطع صغيره والفلفل والطماطم. تجيكم بالخف، نوفروا الوقت على انفسنا باش نتشجعوا ونشجعكم باش توجدوا هذه الوصفه في ظرف قياسي حبايبي. جيبوا المينياشوار، تطحنوا فيها حبه من البصل، ما تطحنوش بزاف، وتزيدوا حبتين من الفلفل بهذه الطريقه. الكل نطحنوه في المينياشوار. نجيكم بنينه هذه الوصفه معروفه، هذه البيتزا التركيه. اللي ما يعرفهاش عرفته في هذا الفيديو بهذه البيتزا الرائعة وصحية حبايبي. راكم تشوفوا كل الخضرة فيها، يستعملوا هما بزاف الأتراك، لاحظتهم يستعملوا بزاف الخضر في أطباقهم، سورتو الباذنجان والفلفل الأخضر، البقدونس، طماطم، هذه دائما حاضرة، وخاصة معجون الفلفل والمعجون الطماطم يستعملوه بزاف في وصفاتهم التركية. ضفنا الاولى في السلطه كما شفتوا معي حبايبي بصل
مطحون وفلفل الأخضر ثم الأحمر. بقات الآن تضيف الطماطم، تقلع لهم القشرة وتطحنهم في الميناشوار. وتكمل كل المكونات المتبقية بنفس الطريقة. بعد ما نطحنوا معنا الطماطم حبايبي، نضيفوهم في السرادي. وهنا عندنا الخليط طماطم، فلفل احمر، اخضر وبصل. بعد ما تموجدوا معنا كل المكونات، هنا غادي تزيد لا فيوند هاشي، كميه من اللحم المفروم. بالنسبه للحبه الثالثه تاع الطماطم ما زادتهاش في الخليط، قالت لي نستعملوا غير حبتين في النهايه. يعني فينالمون على استعملت جوست حبتين من الطماطم. وهنا راني نقطع في البقدونس بهذه الطريقه حبايبي. على قلت لكم الوصفه صحيه فيها كل المكونات اللي يزيدنا الفايده في الصحه تاعنا. دارت ملعقتين كبيرتين من الملعقه الاولى ملعقه كبيره من معجون الفلفل، والملعقه الثانيه من معجون الطماطم، وزادت الفلفل الحار الحلو وفلفل ايبيس. وهنا زادت قليل من الزيت، ملعقه كبيره من الزيت، زائد ملعقه كبيره من الملح. هنا دارت ملعقتين كبيرتين لان احنا عندنا الملح ما يملحش غايه، لهذا زادت شويه من الملح. غادي تقولوا لي كثرت الملح بزاف، لا ما كثرتش، احنا عندنا الملح ما يملحش غايه، الرقيق بزاف مش كيما تاع الجزائر. وهنا ضافت الثوم وقطعته الى قطع صغيره. فوالا حبايبي كملنا الحشو. وهنايا راهي توجد، قالت لي دو بريفيرونس تجيبي الماركه هما بزاف 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 مالغري يعيشوا هنا في فرنسا وفي اوروبا، ولكن دائما يستعملوا المنتوجات التركيه المتواجده هنايا. دائما يعاونوا ويشاركوا في في نجاح منتوجاتهم. دائما يستعملوا منتوجات. كانت قادره تشري لي فروماج هنا، كاين انواع واشكال لي فروماج، ولكن تستعمل الجبن تاعهم التركي. انا جبت لكم وصفه تركيه 100%، استعملنا كل ما هو تركي في هذه الوصفه. تحل العجينه بهذه الطريقه كما قلت لكم، جايه فورم باتو. ودير المكون تاع بلوتو الحشو بهذه الطريقه حبايبي، وتبلعهم لتشكيل هذا الشكل الرائع. نتكمل العجينه الثانيه بنفس الطريقه. الصوره تعبر عن نفسها بهذا الشكل حبايبي. طريقه سهله قلت لكم. بعد ما ضافت العجينه درتها كريات صغار، ومن بعد حلتها بهذه الطريقه حبايبي باش تحصل على هذا الشكل فورم دي بتي باتو. ما ننسوش بان كنا حمينا سخنا الفرن على 180 درجه مئويه باش ندخلوا لي بيتزا تاعنا، وهو الفرن الساخن. وقبل ذلك نوجدوا حبه او حبتين من صفار البيض باش نطلوا الاطراف باش تعطينا ديك اللون الذهبي الرائع. وندخلوها الى الفرن حبايبي. بعد ما طابت معنا وحمرت لنا من الفوق ومن التحت، الان في هذه المرحله نزيدوا الجبن المبشور. من سيبوا البيتزا تاعكم بدي طابت،
تخرجوها وتضيفوا هذا الجبن غير باش يذوب معنا لمده دقيقتين فقط، ونخرجوا وشوفوا معنا ما شاء الله الشكل النهائي لهذه البيتزا الرائعه. تجيكم بنينه بنينه بالبزاف. ماذا بيكم ما تنساوش ديروا عصير من الليمون وتزينوها بالشرائح الليمون، لان بالليمون تجيكم اروع. وهذه الوصفه الاصيله التركيه لهذه البيتزا الرائعه. نقطعوها بهذا الشكل وبالصحه عافيه توسن. على باليش لا نطقت مليح ولا لا. المهم هذه هي البيتزا المتميزه، ننصحكم تجربوها حبايبي. ولا عجبكم هذه الوصفات ما تنساوش تخلوا لي تعليق تفرحوني به باش نزيد لكم وصفات تركيه رائعه من عند صديقتي الرائعه. واو تشكرين. Ça a l'air trop bon. صحتكم عافيه. عافيه توس. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وكنت خفيفه ظريفه عليكم، ونلقاكم في فيديو جديد رائع متميز كيما نتوما في اقرب وقت ان شاء الله. مع السلامه.